السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في قناة برو ماركتينج بلان، والنهارده هنتكلم على إزاي أقدر أعمل إعلان ناجح في 3 خطوات. الإعلان دوّة يكون لو أنا عندي webinar، عندي presentation live بشكل عام، زي تحدي، زي workshop، المهم يكون حاجة live، event live. فإزاي بقى أنا أعمل له إعلان ناجح وأقدر أحقق منه أعلى نتيجة بإذن الله؟ فده اللي هنعرفه مع بعض. طيب خلّينا نقول كده، أول حاجة الإعلان ناجح بيبدأ ب3 حاجات لازم آخد بالي منهم كويس كده. أول حاجة الرسالة الصح، الرسالة الصح يعني أنا باخاطب مين؟ هل أنا باخاطب كل الناس والّا باخاطب عميل بتاعي أنا؟ فدي لازم أحددها كويس أوي. ولكن الصح إيه بقى؟ الصح إنك أنت تعمل إعلان يخاطب بيه عميلك المثالي، يعني لازم يكون عندك عميل مثالي واحد، تمام؟ وما ينفعش تستهدف كل الناس، لو أنت بتبيع تدريب، بتبيع استشارة، بتبيع برنامج تدريبي كامل، بتبيع خدمة، فلازم يكون ليك عميل مستهدف واحد، تمام؟ فدي حاجة مهمة جدًا. طيب إزاي بقى أستهدف العميل الواحد دوّة؟ أولًا بالمحتوى، إن أنا الرسالة بتاعتي أخاطبه هو، إن أنا دلوقتي مثلًا لو أنا الجمهور بتاعي أو العميل بتاعي مثلًا الناس المدربين واللي عندهم كورسات أو استشارات أو برنامج تدريبي شامل، فأنا مثلًا في الإعلان بتاعي أو الreel حتى بتاعي، المحتوى بتاعي اللي بانزّله على السوشيال ميديا، وأقول لو أنت مدرب أو أنت عندك كورس أو صاحب استشارات، فأنا عندي ليك 3 خطوات تقدر تعمل بيهم إعلان ناجح. فأنا كده باكلم عميلي المثالي. لو قابلني دكتور أو قابلني شخص بيشتغل في العقارات أو في المقاولات أو السياحة، فمش هيهتم، اللي هيهتم معايا وهيركّز ويقول ده بيكلمني أنا، الناس فعلًا اللي هي عندها كورسات أو استشارات أو مدربين بشكل عام. فدي الرسالة الصح، ودي بتخلّيني أساسًا ليها فوايد كتير جدًا. أولًا بتعلّي قيمتي جدًا عند العميل، والعميل لمّا يعرف إن أنا متخصص في الحاجة بتاعته بالضبط علشان أساعده وأحل له مشكلته، فبيكون من السهل إن هو يمشي معايا الطريق، لإني عارف إن أنا عندي خبرة في الحاجة اللي هو عايز يوصل لها، تمام. الحاجة التانية إن أنا بتساعدني بشكل كبير جدًا إن أنا آآ أتخصص وأركّز بشكل كبير جدًا مع العميل دوّة، ويكون عندي عرض واحد، ويكون حاجة high ticket أقدر أبيع high ticket. high ticket يعني بأرقام كبيرة، $200 فما فوق، يعني $500، $1000، $10000، أيًا كان أنا العرض بتاعي بكام، فأنا دوّة بيسهّل عليّا جدًا في إن أنا أخاطب عميلي المثالي. بس كمان بيساعدني في الإعلان على فكرة، إن أنا ودي أول يمكن حاجة كده في الإعلان هاقولها لك، مع ثورة الذكاء الاصطناعي اللي طلعت، ومنصات السوشيال ميديا اللي بقت يعني تشتغل بيها، فالإعلانات برضه بقت شغالة بالذكاء الاصطناعي. ما بقاش زي زمان بيعتمد على الاستهدافات اللي أنت كنت بتحطها، لأ دلوقتي بيشوف الcreative بتاعك بيخاطب مين، أو المحتوى بتاعك بيخاطب مين، هو بيبدأ يتجه ويتحرك الاتجاه دوّة. فنصيحة مني في بعض الإعلانات أو بعد ما تعمل شوية من الإعلانات، ما تحطش استهدافات خالص، سيب المنصة هي تتحرك براحتها وتروح لعميلك المثالي من خلال الرسالة اللي أنت بتتكلم بيها في الإعلان، تمام. الحاجة التانية اللي هنتكلم عنها النهارده، يعني إحنا قُلنا أولًا الرسالة الصح، يعني رسالة واضحة وتخاطب بيها عميلك المثالي اللي أنت محدده ومستهدفه. ثانيًا محتوى مرئي احترافي، لإني لو ما فيش، أنت دلوقتي عندك رسالة واضحة، ولكن ما فيش creative يلفت انتباه العميل، فأنت برضه مش هتقدر توصل للعميل المثالي بتاعك أو العميل بتاعك. ولكن لازم يكون في creative يلفت انتباهه، آآ صورة، فيديو، يكون بتصميم معيّن وبطريقة معيّنة يجذب بيها عميلك، تمام. فالcreative لازم يكون عندك creative كتير، على الأقل يعني في كل إعلان بتحط على الأقل 3، ولكن الأفضل تحط 5، 6، 7 زي ما أنت عايز، وهو المنصة بتختار أفضل إعلان جايب نتيجة وتبدأ تصُب الميزانية فيه. فأنت هنا لازم تكون عامل creative بشكل كويس جدًا، لإن الcreative هي اللي بتوصل للناس بشكل جيد وبزوايا
مختلفة. يعني إيه زوايا مختلفة؟ يعني أنا ما ينفعش أعمل 5، 6 creative وباكون كلّهم باتكلّم في حاجة واحدة أو في موضوع واحد، لأ، لازم أتكلّم بزوايا مختلفة للعميل بتاعي. يعني مثلًا هافترض أنا العميل بتاعي مثلًا مدربين، فأنا أكلّمه مثلًا مرّة بزاوية الألم أو المشاكل بتاعته، تمام. فأنا باقول له لو أنت عندك مشكلة كذا، كذا مثلًا في الإعلانات أو المحتوى مش منتشر كده، ف أنا عندي مثلًا webinar أو عندي workshop هاتكلّم فيها في 5 نقاط هتحل لك فيهم المشكلة ديّة. أو لو أنا مثلًا ممكن أكلّمه من ناحية الهدف، بزاوية الهدف. أو لو أنت مدرب مثلًا وعايز تعمل مثلًا 10,000 دولار في الشهر مبيعات من كورساتك، فأنا عندي برضه استراتيجية تقدر تمشي بيها خطوة بخطوة وتوصل لهدفك. الحاجة التالتة مثلًا ممكن زاوية القيمة، إن أنا أكلمه عن القيمة اللي أنا هاقدّمها له، والحاجة اللي موجودة في الworkshop بتاعتي أو التحدي بتاعي اللي أنا هاقدّمه له. فدي برضه هتجذبه بشكل كبير جدًا، وتخلّيه يسجّل معايا في الwebinar أو التحدي أو الworkshop أو الpresentation live بشكل عام اللي أنا عامله. فدي حاجات أساسية لازم تكون موجودة في الإعلان. الحاجة اللي بعد كده رقم 3، تحليل الأرقام بدقة. يعني طبعًا الأرقام في إعلانات الفيسبوك ومنصة ميتا بشكل عام آآ كتير أوي، بس أنا عايزك كمدرب تركّز على يعني أهم حاجة 3 حاجات دُولة تركّز عليهم كويس جدًا. وطبعًا الحاجات التانية بتركّز عليها ولكن دُولة تحسبهم قبل ما تنزل تعمل الإعلان، تمام. أول حاجة مثلًا اسمها الROAS. الROAS ديّة إن أنا دلوقتي دي معناها نسبة العائد على الاستثمار. إن أنا دلوقتي حطيت في $100 في الإعلان. $100 ده بقى سواء في اليوم، في الشهر، في الأسبوع، أنت وقدرتك يعني. ولكن طبعًا كل ما بتستثمر أكتر في الإعلان، لإن الإعلان بالنسبة لي باعتبره استثمار حقيقي، إن أنا باحط فيه مثلًا مبلغ وعارف هيترد لي إزاي أو كده، تمام. غير بقى لو أنا ماشي غلط وباعمل الإعلان ده غلط، فطبيعي يعني هيبقى خسارة بالنسبة لي. ولكن إحنا دلوقتي بنتكلم إن إحنا بنستثمر في الإعلانات، فنسبة العائد على الاستثمار اللي هي الROAS ديّة بتساوي كام؟ فأنا مثلًا لو حسبتها مثلًا باصرف $100 وبيرجع لي $300، فأنا كده عامل ربح $200 صافي، تمام. هو يبان قدّام الأرقام إن أنا يعني محقق ربح $200 والدنيا تمام معايا. ولكن تعالَ لو حسبناها بقى على أرض الواقع، أنت دلوقتي مثلًا كمدرب ممكن يكون عندك مركز تدريب، مكان بتدفع له إيجار، عندك موظفين، عندك فواتير، عندك اشتراكات، أدوات، حاجات كتير أوي. دي كلّها لازم تحسبها ولازم تحمّلها على تكلفة الإعلانات، علشان آخر الشهر لمّا تيجي تعمل حساباتك أو آخر السنة تبقى عارف أنت مثلًا مصاريفك كام plus الإعلانات وحققت ربح كام. فبالتالي بتتارجت الربح اللي أنت عايز توصل له، علشان ما تفتكرش إن أنت كده تكون بتحقق مثلًا يعني حطيت $100 وربحت 300، فأنت هنا كده محقق $200 ولكن في الآخر أنت بتدفع أكتر منهم على المصاريف. فلازم تحسب الجزئية دي كويس جدًا قبل ما تعمل الإعلان. تحسب كل مصاريفك وتضيفها على تمن الإعلان، والتارجت بقى أنت عايز توصل لكام ROAS، سواء بقى 3، 4، 5. ودي بتضبّطها مع الagency اللي أنت بتشتغل معاها أو مع الmedia buyer أو مع نَفْسك لو أنت بتعمل إعلانات بنَفْسك. فدي حاجة لازم تكون في الحسبان. الحاجة التانية الCPA اللي هي cost per acquisition، ودي تعني تكلفة البيع. يعني مثلًا هافترض أنا دلوقتي آآ عامل كورس مثلًا أيًا كان، أو مثلًا عامل مثلًا كورس اللي هو تيكت مثلًا ب$9 والبيعة كانت ب$10. فأنا هنا كده أنا البيعة بتاعتي ب$10، فكده أنا خسران. بس ولكن أنا في حاجة تانية هاقول لك عليها دلوقتي اللي هي LTA ديّة، هاوريك أساسًا إنك أنت كسبان. ولكن إحنا بنتكلم على تكلفة البيعة تحديدًا، فأنا كده بالنسبة لي فيها خسارة. طب أنا في الحالة دي أعمل إيه علشان أعالج الCPA وأنزّلها، أخلّيها مثلًا تحت ال$9 $5 مثلًا، $4 $3 وأكون كسبان دايمًا في الإعلان؟ في الحالة دي علشان أعالج الCPA لازم أعمل creative جديدة أستهدف بيها فئة جديدة، بزاوية جديدة. الحاجة التانية ممكن أستهدف جمهور أو بلد جديدة أو منطقة جديدة. الحاجة اللي بعد كده أو التالتة ممكن أستهدف فيها
فئة أو أعمل استهداف لجمهور محدد أنا ما كنتش مستهدفه بزاوية تانية. فدي الحاجات اللي بترفع بتعالج معاك الCPA. لو لقيت الCPA عِليِت جدًا معاك فلازم تعمل يعني أبسط حاجة تعمل creative جديدة هتضبط معاك. الحاجة التالتة بقى في التحليل الأرقام الLTA، ودي معناها الlifetime average. lifetime average يعني آآ أنا ربحت من العميل كام على مدار الوقت، يعني مثلًا على مدار سنة مثلًا، فأنا ربحي كام من العميل. فممكن العميل مثلًا لو خدنا مثال على العميل اللي هو كنا بنعمل كورس low ticket مثلًا أبو $9 دوّة، وأنا كنت تكلفة البيعة مكلفاني $10 لمّا قُلنا عليه. دوّة أساسًا أنا يبان كده إن أنا خسران، ولكن أنا لو حسبتها على الlifetime average اللي هو لمدة سنة مثلًا، أو ممكن أخلّيها أي وقت مثلًا، ممكن كل 3 شهور، ممكن كل 6 شهور، ولكن هاحسبها مثلًا على مدار سنة. فهالاقي نفسي أنا العميل ده أساسًا اللي دفعت عليه $10 وهو دفع لي $9 وكنت خسران فيه. فأنا العميل كسبت أساسًا حاجات كتير جدًا. أولًا عميل جاد مهتم بالحاجة اللي أنا باقدّمها واستثمر في نفسه ودفع حتى لو مبلغ قليل. والشخص ده أساسًا لمّا هيشوف التدريب بتاعي الرخيص هيبدأ ياخد ثقة فيّا، وبعد كده لمّا أعرض عليه مثلًا تدريب كبير مثلًا أو تدريب شامل عملي ب$300 مثلًا أو $500، ساعتها ممكن بنسبة كبيرة هيوافق ويكون معايا. لمّا أعرض عليه خدمة ب$1000 بنسبة كبيرة برضه هيكون معايا فيها. تمام. فلو جينا حسبنا كده الlifetime average مثلًا دخل لي 100 عميل مثلًا، رغم 100 عميل دي ممكن تبقى فيهم، ولكن خلّينا نقول نسبة بسيطة عشان نحسب عليها. وأنا كسبت من كل واحد مثلًا في منهم عدد اشترى بس أبو $9، وواحد تاني وعدد اشترى أبو $300 التدريب أبو $300، واحد وعدد تاني اشترى الخدمة بتاعتي أم $1000. فأنا لو حسبت كده المتوسط بتاع كل العُملا، هالاقي مثلًا أنا ربحان من كل واحد حوالي $500. فأنا هنا الlifetime average بتاعي حوالي $500. فأنا لازم آخُد بالي من الأرقام دي كويس جدًا. طيب خلّينا بقى نخُش في الجانب العملي. تمام. وهنتكلّم في الجانب العملي على إزاي أعمل إعلان لwebinar أو presentation live بشكل صحيح. تمام. خليكم معايا. أول حاجة إحنا هنعمل إعلان lead. أنا عملت الواجهة باللغة العربية علشان يعني أكبر عدد ممكن يكون فاهم بس إحنا بنشرح في إيه وإزاي. تمام. فإحنا أول حاجة عملنا إنشاء إعلان، وبعد كده جاب لي خيارات كتير، هل أنا عايزه أعمله للوعي والّا الزيارات؟ طبعًا إحنا مش عايزين الكلام ده كله. قدامي حلين ممكن أعمله عملاء محتملون اللي هي الزيل أو المبيعات، ومن المبيعات برضه باختار lead، ولكن الأرخص والأوفر والأفضل ليك أنت كمبتدئ ابدأ اعمل في العملاء المحتملون اللي هو الlead. تمام. طيب إحنا طبعًا هنقول له متابعة، هنسيبه زي ما هو كده يدويًا، مش عايزين الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمله لنا. طيب إحنا أول حاجة هنسمي هنا اسم الحملة نفسها، هنسميها مثلًا أي حاجة الحملة بهدف العملاء المحتملون 1. أنت بتسميها مثلًا حسب أنت البلد اللي مستهدفها، بتبقى حسب مثلًا أنت مثلًا ده إعلان lead يوم كذا، كذا. أنا باحب أسميها كده يعني، وأقول حملة lead يوم مثلًا آآ 28/6/25 وهكذا. وبعد كده طبعًا باسيب كل حاجة زي ما هي، هدف يعني نوع ميزانية الشراء، هدف الحملة العملاء المحتملون. لو أنا عايز أغيّر بعد كده ميزانية الحملة أسيبها مقفولة advanced. بعد كده باخش باسيب برضه الاختبار الAB test ديّة مقفولة، برضه باسيب كل حاجة زي ما هي وباقول له التالي. تمام. ولكن هنا في حاجة في ميزانية الحملة، يعني ممكن هنا أختار يا إما ميزانية الحملة كلها والّا ميزانية الحملة مثلًا أقول له آآ للمجموعة الإعلانية، علشان لو حبيت أضيف مجموعة إعلانية إضافية هاستهدف فيها ناس تانيين أو جمهور تاني أو بلد تانية، فيبقى قدامي الoption دوّة. أمّا لو أنا فتحتها من هنا مثلًا أنا حطيت 100 جنيه في اليوم، 100 جنيه مثلًا ده على سبيل المثال، ما فيش إعلان ب100 جنيه في اليوم أو $100 في اليوم. فهنا
لو أنا حطيت 5 مجموعات إعلانية مثلًا في الحملة كلها، فهو ال$100 ديّة هتتقسّم على ال5 مجموعات ديّة. لو أنا عملت مجموعة واحدة هي هتتصرف على مجموعة واحدة، عملت 2 وهكذا. فهنا لمّا بافتحها باصرف على كل المجموعات الإعلانية هنا، يعني استهدفت مصر مثلًا والأردن والسعودية، كل واحدة فيها مجموعة إعلانية، فأنا هنا أساسًا المبلغ اللي أنا حاطّه هيصرف على كل دُولة. ولكن لو أنا قفلتها زي كده، أنا هنا مثلًا حطيت 100 يعني مثلًا $10 مثلًا لأستهدف بيها مصر، وبعد كده أقدر أعمل لها نسخ وأستهدف مثلًا السعودية أحط لها مثلًا $10، أستهدف الأردن أحط لها $10 وهكذا. تمام؟ دي حاجة مهمة جدًا نفهمها، فخلّيها مقفولة، ومن هنا أنت بتعملها مثلًا لو أنت هتستهدف بلد خلاص أوكي تمام، وبعد كده لو أنت حبيت مثلًا تستهدف جمهور تاني أو بلد تانية زوّد، أمّا لو ميزانيتك ضعيفة خالص وأنت عايز تستهدف كذا جمهور وكذا حد، فتفتحها ما فيش مشكلة، ولكن إحنا علشان برضه آآ يعني حبيت أقول لكم الفرق ما بين دي وما بين دي، بس الأفضل إنك أنت علشان يبقى قدامك خيارات كتير تحطها، لو ميزانيتك ضعيفة خالص وأنت عايز تستهدف كذا حد، فافتحها، عشان بس في ناس كتير بتتلخبط في الجزئية ديّة. طيب، هو بيقول لي إحنا كده دلوقتي دخلنا في المجموعة الإعلانية، بيقول لي اسم المجموعة الإعلانية إيه بقى؟ باقول له مجموعة إعلانية بهدف العملاء المحتملون مثلًا الlead، وعشان مثلًا هاستهدف أسهّل لك فيها الموضوع، أنا مثلًا جمعت لك Egypt ملف مثلًا، فيه الاستراتيجية بالكامل تمام، وممكن اللي أكتب فيها مثلًا باستخدمه السعودية أنا أو حسب ما أنا والعملاء باستهدف بتوعي فيها، في بيع تمام، الكورسات. المهم حمّله باكون عارف دلوقتي من المجموعة الlink الإعلانية دي في أنا أستهدف الdescription تحت فيها مين الفيديو، وأحط أو اسم اكتب لي ليها في الcomment علشان أكون مهتم فاكرها وهابعت لك كويسة. الملف مجاني. بيقول لي مكان التحويل، يعني أنت عايز يجيب لك البيانات منين بالضبط؟ في هنا هو حاطط لك كذا خيار، وأنت هنا تقدر تختار كذا خيار، بس أنا هاقول لك على الأفضل طبعًا المناسب للاستراتيجية بتاعتنا. أول حاجة بيقول لك موقع الويب والنماذج الفورية، إحنا أول حاجة دوّة يعني هتختار موقع ويب ونماذج فورية ديّة، يعني لو أنت عايز تاخد البيانات العُملا من الموقع بتاعك، أو بيطلع لهم كده في أثناء الإعلان form كده العميل بيملاه. ولكن إحنا مش عايزين دوّة، إحنا عايزين موقع الويب، ولكن هاقول لكم الحاجات التانية برضه علشان تبقى عارفها. تاني حاجة موقع الويب والمكالمات، لأ مش عايزين، ما إحنا مش عايزين مكالمات. تالت حاجة النماذج الفورية، تمام، يعني بيجمّع لك عملاء محتملين من النماذج كده، ما بيدخلش الموقع بتاعك، أنت العميل بيظهر له مجرد ما بيضغط على الإعلان بيظهر له form كده داخل الفيسبوك نفسه أو الإنستجرام، وبيتملى الform دوّة البيانات بتاعتك الإيميل مثلًا واسمك وهكذا. وفي ممكن برضه تملى فورم داخل ماسنجر، بس إحنا مش عايزين دوّة. أنا بانصحك طبعًا المناسب للاستراتيجية بتاعتنا إنك أنت هتعمله موقع ويب، هو ممكن تعمل نماذج فورية بس هيكون الجودة بتاعته مش حلوة، وكمان يعني مش أحسن حاجة، فالأفضل اللي هو إحنا عايزين ندخّلهم موقع ويب، أولًا علشان ناخد الناس دي في الpixel بتاعنا، رقم 2 علشان كمان آآ الناس دي تشوف الصفحة بتاعتنا ويبقى في فلترة، الناس دي تعرف هي داخلة ليه هتشوف إيه وهتعمل إيه، ومين اللي هيقدّم الwebinar دوّة وكده، مش يملى بيانات وخلاص، تمام. في آخر حاجة برضه ممكنك تجميع العملاء عن طريق الإنستجرام والماسنجر، إحنا مش عايزين كده، تمام، ولا الواتساب، فإحنا اخترنا خلاص موقع ويب، بنقول له بعد كده زيادة عدد تحويلات إلى أقصى حد باسيبها زي ما هي، البيكسل عبد الرحمن إسماعيل ماشي. إحنا مثلًا بننقل له عميل محتمل مثلًا. بعد كده هدف التكلفة دوّة ما تحطّوش خالص، سيب الفيسبوك هو اللي يحدد الهدف، بعد كده تسيب كل حاجة زي ما هي. الميزانية بعد كده، الميزانية أنصحك أقل حاجة مثلًا للحملة، يعني أنت مثلًا هتستهدف مصر، هتستهدف فيها جمهور محدد، فأنت مثلًا أقل شيء يعني ممكن تبدأ ب$5 ولكن أقل شيء علشان تجيب نتيجة $10 يعني، يعني مثلًا بالمصري لو أنت عامل الحساب دوّة بمصري تخلّيها 500 جنيه، تمام، وتقول له الميزانية اليومية. مثلًا أنت الحملة بتاعتك أنت هتطلقها قبل الwebinar مثلًا ب10 أيام أو
أسبوعين أو على الأقل خالص أسبوع، تمام، ولو أنت هتقلل أوي المدة بس ما تقلش عن 4 أيام عشان الفيسبوك يقدر يتحرك براحته، بس كل ما تقل أوي زوّد الميزانية يعني علشان تقدر تعوّض الناس اللي العدد اللي هيدخل لك علشان يحضر لك عدد كويس كده، تمام. فحطينا مثلًا ميزانية $10 مثلًا اللي هي 500 جنيه بالمصري، والجدول أنت بتحط الجدول بتاعك النهارده مثلًا 28 هافترض مثلًا ال الwebinar بتاعي يوم 10/7 مثلًا، فأنت بتكتب مثلًا تاريخ الانتهاء يوم 10/7 أو هنخلّيها يوم 7، خلّيها يوم 10 خلاص يعني، تمام، وهنخلّيها مثلًا الwebinar بتاعي مثلًا هيبدأ الساعة 08:00 فأنا هاخلّيها مثلًا لحد الساعة 08:00 تمام، تمام، أو لو الساعة بتاعتك 24 زي كده فأنت هتخلّيها 20 تمام. بديًا ما بتلعبش بجدول الميزانية دوّة بتسيبه زي ما هو، بعد كده عناصر التحكم في الجمهور بتسيب كل حاجة زي ما هي، الموقع أنت لو أنت في مصر خلاص أنت عايز تختار الجمهور المصري خلاص أوكي، لو أنت هت هتغيّر مثلًا الlocation هتختار دولة مثلًا تانية، تكتب بقى الدولة بتاعتك السعودية مثلًا، المملكة العربية السعودية، ولو أنت عايز مثلًا تشيل مصر وتحط السعودية ماشي ما فيش مشكلة، عايز تحط مصر بس فأنت وليكن أنت بتبدأ مثلًا بالبلد اللي أنت فيها. وبعد كده مثلًا ممكن تضيف بلاد تانية، تمام، هنا بقى في حاجة مهمة جدًا، هنا بيقول لك الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي يعني والّا أنت جمهور أنت عايز تعمله بنفسك؟ أنا هاقول لك على حاجة جميلة جدًا، هتسيب الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي زي ما هو، تمام، هتسيبه هو اللي يبدأ يتحرك، ولكن أنت هنا هتحط له اقتراحات. اقتراحات، يعني إذا هو بالبحث بتاعه ما قدرش يوصل لحاجة كويسة، فأنت تطرح له اقتراحات بحيث يبدأ برضه يرجع لها لو هو مثلًا عايز يحسّن نتايج، تقول له مثلًا أنت العمر بتاعك مثلًا أنت مستهدف ناس مثلًا مدربين، فأكيد مش عندهم 18 سنة يعني، فأكيد أنت هتبدأ تعدّل الجمهور هتخلّيه مثلًا ناس مثلًا على الأقل عندها 24 سنة لحد مثلًا 55 سنة. تمام، فأنت كده بتدّي له اقتراحات إن هو يبدأ يرجع لها ويمشي على أساسها في حالة إن هو ما جابش أحسن نتيجة. الجنس كل الفئات، يعني لو أنت عندك أنت بتبيع خدمة أو منتج لفئة محددة، فأنت هنا تقدر تعدّل وتقول له يا إما رجال فقط أو نساء فقط، تمام. الاستهداف بقى تفصيلي، بتبدأ تحط له هنا الحاجات اللي أنت عايزها مثلًا أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة، ترويج وتسويق، المتسوقون المتفاعلون مثلًا بتكتب له اللي أنت عايزه مثلًا، يعني أنت ممكن تكتب له مثلًا الناس المدربين مثلًا الlive دي، وعايز مني نصيحة ما تحطش استهداف غير في حالة إن الحساب بتاعك جديد خالص وهو مش عارف أي حاجة عنك، فأنت ممكن تحط له استهداف واحد بس ترشده إن هم دُولة جمهورك، تمام، والباقي تسيبه هو هيتحرك على المحتوى اللي أنت كاتبه، يعني أنت مثلًا المحتوى بتاعك أو الcreative بتاعك بيخاطب المدربين، فهو هيبدأ يتحرك اتجاه المدربين، أنت كاتب بت بتراسل أو بتناقش أو بتخاطب الناس اللي هم أصحاب الشركات، فهيبدأ يتحرك اتجاه أصحاب الشركات، أنت بتخاطب فئة محددة، فهو هيبدأ يتحرك اتجاه الفئة دي، فأنت حابب تسيبها فاضية، سيبها فاضية، حابب أنت عارف جمهورك مين بالضبط، فممكن توجهه تكتب له مثلًا الفئة بتاعتك أو الناس ديّة علشان يبدأ بس يتحرّك بسرعة يجيب لك نتايج، تمام؟ أنا بافضّل أسيبها يعني مفتوحة وهو بيجيبها مع نَفْسه، ولكن حُط له خيار، خيارين كده دي اقتراحات، هو كده هيتحرّك بالذكاء الاصطناعي يجيب لك منّه لنَفْسه جماهير، ولكن أنت من خلال الاقتراحات دي تقدر تحُط له 1 أو 2. بعد كده هنبدأ نقول له حفظ الجمهور، ولو أنت عايز ترجع بقى أنت يعني الإعلان يمشي على اختياراتك أنت بس، فبتقول له تبديل إلى خيارات الجمهور بس، تمام، معلش الواجهة بتاعته بالعربي ففي حاجات متلخبطة شوية،
المواضيع، أنت هنا بتختار المواضيع اللي أنت عايز تختارها. أنا أفضّل إنك أنت تسيبها مفتوحة زي ما هي، عايز تعدّلها بتخش بتقول له مثلًا لأ أنا عايز أحط مواضيع يدوية، أنا عايز مثلًا فيسبوك وإنستجرام بس، عايز مثلًا في الفيسبوك بس، عايز إنستجرام بس. يعني لو أنا قُلت له مثلًا عايز الفيسبوك بس، تمام، هيشيل الإنستجرام، تمام، وهيقول لي أنت عايز إيه في الفيسبوك، فهاسيب له طبعًا الماسنجر والaudience network ونسيب برضه search. فهابدأ هنا في حاجات ممكن أشيلها لو أنا مش عايز أشيلها، بس ولكن أنا أفضّل إن أنا أسيبه وأدّي له براحته علشان يبدأ ي ي ي يشوف لك ويجيب لك أفضل نتيجة. ولو طيب خلّينا بعد كده نروح للجزئية اللي بعد كده، جزئية الإعلان، تمام. جزئية الإعلان برضه بنكتب اسم الإعلان بتاعي، يعني الحملة الفلانية فيها إعلانات 1، 2، 3. طيب أنا هاعمل إيه في الإعلانات؟ هاختار يا فيديو يا صورة، تمام. هاقول له صورة واحدة أو فيديو واحد، تمام. فباقول له هات فيديو، هنقول له تاني لمّا هنيجي عند الوسايط هيجيب لي كل الفيديوهات بتاعتي، مثلًا أنا اخترت الفيديو دوّة، هاقول له التالي، وبعد كده باقول له التالي، بعد كده باقول له تم يعني، هو بقى بيبدأ يفحصه براحته يعني، تمام. فبدأ ينزل له فيديو، فبيقول لي هو في مكان أو مكانين مش هيظهر فيه علشان ده فيديو طويل، بس هو بيضبّطه يعني حسب الإعلان بتاعي، يعني المكان بتاعي، يعني الstory غير الreels غير على على الfeed هيكون مربّع، على الإنستجرام وهكذا يعني، فهيبدأ يحطّه تتبّع خلاص، الpixel اخترناه خلاص. طبعًا ده حساب يعني مش باستخدمه في الإعلانات بتاعتي، فعشان كده مش منشّط الpixel بتاعه، ولكن أنت لو عايز تنشّط الpixel ده ممكن أبقى أعمل لكم فيديو تاني، إزاي بقى تحط الpixel بتاعك في الحساب بتاعك في الموقع بتاعك، أو في حساب cash process، فبتاخده من هنا copy وبتروح تحطه في الموقع بتاعك، وبعد كده بيقول لك تمام خلاص تمام، بيبقى بالنور لمبة خضرا كده أو نقطة خضرا، تمام، إن هو شغال وتمام. لإن إعلان الlead لازم يكون شغّال، تمام. فأنت هنا حطيت الإعلان بتاعك، وأول ما هينزل تمام، هيبدأ يقول لك خلاص تمام تم نشر الإعلان، فهتبدأ تختار برضه الزرار بتاعك، أنت عايز الزرار إيه، هتقول له مثلًا الزرار بتاعك معرفة المزيد مثلًا، كتب لي اتعرّف على المزيد، لمّا كتبت له نموذج فوري، تمام. بعد كده باقول له نشر، تمام. ده كده إعلان الlead generation علشان أدخّل الناس الموقع بتاعي يحجزوا بياناتهم، ويبدأوا يسجّلوا معايا في الwebinar بتاعي أو الmaster class أو الworkshop اللي أنا عاملها الlive، تمام. وبعدها بقى أنا باتابع الإعلان وتحليلاته وباشوف أرقامه، ده مهم جدًا، ممكن أبقى أعمل لكم فيديو تاني للتحليلات والأرقام، تمام. كنت سعيد جدًا موجود معاكم، وباشكركم جدًا، ولو حد عنده مشكلة برضه في الإعلان أو حاجة يبعت لي وهنساعده إن شاء الله. وعشان أسهّل لك الموضوع أنا جمعت لك ملف فيه الاستراتيجية بالكامل اللي باستخدمه أنا والعملاء بتوعي في بيع الكورسات، حمّله دلوقتي من الlink في الdescription تحت الفيديو، أو اكتب لي في الcomment مهتم وهابعت لك الملف مجانًا.